جيش محدش كان يقدر يقف قدامه، واقف دلوقتي قدام اختبار أخير. احنا النهاردة في قلب الحكاية، في اليوم اللي اتكسرت فيه أسطورة المغول. سنة 1260 ميلادي الجيش المغولي بقيادة كاتوبغا بيتحرك ناحية فلسطين، وهو متأكد ان النصر مسألة وقت. المغول عمرهم ما خسروا معركة حاسمة قبل كده، تكتيكهم بسيط ولكنه وحشي. صدمة، رعب، إبادة. لكن اللي ما كانوش عاملين حسابه ان المماليك هم اللي كانوا مستنيينهم. وفي سهل اسمه عين جالوت قريب من فلسطين الحالية اتقابل الجيشين. قطز قسم الجيش بتاعه لقوة ظاهرة بتواجه المغول وقوة تانية مستخبية بين التلال. المعركة بتبدأ والمغول بيهجموا بعنفهم المعتاد. المماليك بيتراجعوا خطوة خطوتين وكأنهم بيخسروا. كاتوبغا بيفتكر ان المعركة خلصت وبيأمر بالتقدم الكامل. وهنا الكمين بيشتغل. المماليك بيطلعوا من كل اتجاه، سيوف وخيول وصرخات، والمغول لأول مرة بيحسوا بالحيرة. وسط الفوضى دي قطز بينزل بنفسه أرض المعركة وبيصرخ صرخته اللي دخلت التاريخ: وإسلاماه. الصرخة دي ما كانتش حماس وبس، دي كانت إعلان إن مفيش انسحاب. المعركة اتقلبت وكاتوبغا اتقتل وجيش المغول بدأ ينهار، والأول مرة المغول يتهزموا هزيمة حقيقية. عين جالوت ما كانتش مجرد معركة، دي كانت لحظة إنقاذ للمنطقة كلها. لأن ببساطة لو المماليك كانوا خسروا، مصر والحجاز وشمال أفريقيا كل دول كانوا هيبقوا في خطر حقيقي. لكن المفارقة إن النصر ما كانش نهاية القصة، وفي الطريق للرجوع التاريخ كان بيحضر صدمة جديدة. انتظرونا في الجزء الجاي عشان نشوف تمن النصر ده كان ايه، وحكاية الحكم بعد معركة عين جالوت.